قصتنا النهاردة عن بنت ماتت عندها الرأفة والإنسانية، وعملت عقد مع الشيطان واللي خلاها تتحول لوحش بينهش في أقرب الناس ليها وهي أمها. الجريمة اللي معانا النهاردة أكيد كلكم سمعتوا عنها، وهي البنت نورهان اللي قتلت أمها في مدينة بورسعيد بمساعدة عشائها، ونقدر نقول ديت أكيد من علامات الساعة. أنا عايز أقول لكم حاجة، أقسم بالله وأنا بعمل الحلقة ديت أنا كنت قرفان من البنت ديت جدا، بس الحمد لله خدت عقابها من ربنا. فتعالوا معايا نشوف قصتهم إيه من البداية للنهاية، وإيه اللي حصل معاهم هي وعشائها. وعايز من حضراتكم بعد ما تشوفوا الحلقة تبعتوا لي في التعليقات رأيكم في البنت ديت إيه هي والشيطان الصغير. وفي حاجة صغيرة بقولها لحضراتكم، يا ريت تشرفوني في ميزة المشتركين الداعمين للقناة عشان تشوفوا كل الجديد في القناة قبل أي حد، ويا ريت نعمل اللايك عشان تنتشر الحكاية ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. وبتحكي نورهان اللي قتلت امها قصتها من البدايه، وبتقول اللي حصل ان احنا اتنقلنا من مدينه السلام في بورسعيد ورحنا عشنا في منطقه حي الزهور من حوالي سنه تقريبا. ولما وصلنا المنطقه كنا جداد فيها، وكان ساكن قصادنا ولد اسمه حسين فهمي هو وعيلته، وكانوا ساكنين في العماره اللي في ظهرنا ورقمها 138 في الدور الثاني. وبدأ يتعرف على اخواتي الاتنين احمد وادم، وكانوا على طول مع بعض، وكان كل ما يشوفني يحب يتكلم معايا، واقول له احنا زي الاخوات وانت زي اخويا الصغير احمد، وما ينفعش تكلمني ولا يبقى بينا اي حاجه. وفضلت العلاقه على كده لغايه شهر 7 اللي فات 2022. بس انا اول ما بدأت الدراسه بدأ يحاول يكلمني عشان انا كنت بدي درس لاخته الصغيره اللي اسمها ابتسام في البيت عندنا. وبعد كده بدأ يوقفني في الشارع في الرايحة والجاية ويقول لي هاتيلي رقمك بدل ما افضل ماشي وراكي، وانا بحبك ومش هسيبك وهفضل وراكي على طول، ولو ما جبتيش رقمك هقول لاخوكي وهعمل مشكلة. وانا اديته الرقم علشان مش عاوزاه اي حوارات تحصل. وبعد ما اديت له الرقم روحت لقيت جايلي مسج، بس انا ما شفتوش الا تاني يوم. وبعد كده قلت مين، فرد وقال لي انا حسين، وبدأنا نتكلم عادي، وعرفته اني هتخطب لواحد اسمه محمد وده جاي عن طريق ابويا. فقال لي لا انا مش هسيبك، انا بحبك وانا اللي عايزك، انا اللي هتجوزك. فرديت عليه وقلت له انت زي اخويا واحنا اصحاب، وانا مش هخون اخويا واخليه شكله وحش خالص. وبعدنا عن بعض شويه. فضل يمشي ورايا كل ما يشوفني ويقول لي انا هخلي الناس كلها تعرف اني بحبك، وانا مرضتش اقول لاهلي على الكلام ده علشان خفت على اخويا احمد وادم منه بدل ما يعمل معهم حاجه او اي حاجه تضرهم. وبعد كده اول مره اتفاجئت بواحد بيخبط على الباب، وبفتح الباب لقيته حسين، والكلام ده كان في شهر 9 تقريبا. وبعدها قال لي احمد موجود؟ قلت له لا. طب اتفضل. دخل وقعد في الصاله وقعدنا نتكلم مع بعض، وقال لي انت مش عايزه تكلميني ليه؟ وانا قلت له ما ينفعش لغايه ما اتفقنا ان احنا نتكلم عادي زي الاصحاب، بس ما نعرفش حد خالص ولا يضايقني، وانا هعمل لك اللي انت عايزه من غير اي مشاكل. وقال لي ماشي. وساعتها هو بدأ يحط ايده على جسمي في مناطق حساسة من فوق الهدوم ويتحرش بيا. وبعدها بدأت العلاقة بتاعتنا تتطور شوية بشوية عن طريق التليفون، ونقول لبعض كلام حب ونتقابل في اماكن عامة كتير، لغاية ما اتفقنا ان احنا في يوم نتقابل في الشقة. وكان اتفقنا ان هو هيطلع يسلم عليا في الشقة وينزل وبس. ولما طلع كانت الساعة 7 بالليل، وكانت امي في الشغل واخويا الصغير في الشارع، والكبير كان عند بابا. وكنت قلت له ان هم مش موجودين في الشقة، وطلع. وساعتها دخل جوه الشقة عندنا وقعدنا على الكنبة في الصالون، وقمت وعملت له قهوة وعملت لنفسي قهوة معاه. وكملت وقالت، وانا ساعتها قلت له طب انا هدخل اخد شاور، واخدت هدومي من الاوضه بتاعتي ودخلت بيها الحمام، وقفلت على نفس الحمام، ونسيت ان انا اخد الفوطه معايا، وكانت متعلقه على الباب بتاع اوضه ماما اللي كان هو قاعد جواها. وانا باخد شاور كان كل شويه يقول لي اجيلك ولا لا،
وانا مش برد عليه لغايه ما انا خلصت شاور وفتحت الباب علشان اخد الفوطه بتاعتي. وساعتها قلت له يا حسين جيب لي الفوطه، وجاب لي الفوطه وجيت اقفل الباب، راح داخل وبعدها سحبت الفوطه ولفتها على جسمي، راح قافل الباب من جوه وقال لي ايه رايك ناخد شاور سوا؟ فقلت له ابعد بدل ما اغرقك بالميه. فقال لي لا انا هقلع هدومي وناخد شاور سوا، وراح قلع الهدوم ما عدا البوكسر ودخلنا تحت الميه سوا، وانا شلت الفوطه من على جسمي. وبعد كده بدا يحضني وهو لابس البوكسر وانا كنت من غير هدوم خالص وتحت الميه، وبدا يقول لي انت بقيتي بتاعتي، ومارسنا العلاقه مع بعض بعد ما ضعفت. وانا ساعتها خفت وكملنا حموم عادي وخرجنا وطلعنا لبسنا. ودي كانت اول مره نمارس العلاقه الجنسيه مع بعض بشكل كامل، وحسيت اني بقيت مش بنت. وقالت نورهان القاتله قعدنا نتكلم في التليفون وبس من غير ما يطلع لي الشقه. وبعد كده اتقابلنا بعدها بحوالي شهر، كان في شهر 11 2022. كلمني في التليفون وقال لي انه طلع البيت، وطلع ودخل وقعدنا برضه ومارسنا العلاقه تاني، ودي المره التانيه. وبعدها فضلنا نتكلم في التليفون بس ونحب بعض لغايه ما يوم الحد اللي فات كنت قاعده في البيت ولقيته ساعه صلاه الفجر حوالي الساعه 5 وربع كده الصبح يوم 11 ديسمبر 2022 رن عليا وقال لي انا طالع اقعد معاكي شويه وانزل. قلت له مفيش وقت، ماما هتصحى شويه كده وهتنزل. فقال لي انا هقعد ربع ساعه وهنزل. فقلت له انا ما نمتش بقالي يومين وهنام. فقال لي انا هطلع وهبقى نتكلم. وفعلا طلع ودخلنا جوه الاوضه، وامي كانت نايمه واخويا ادم كان نايم، وقعد معايا ومسك التليفون بتاعي وانا نمت. وقبل ما انام قلت له صحيني قبل ما تنزل علشان اقفل الباب وراك. فقال لي لا انا هنزل والصبح ابقى كلميني. ونمت ومعرفش هو نام ازاي ولا قعد ازاي، بس انا قمت على صوت امي بتصحيني وهو نايم جنبي، وسالتني مين اللي جنبك ده؟ وكان ابويا موجود في الشقه. فصحيت وصحت ابويا وقالت له في حد نايم جنب نورهان وهي ما تعرفوش، وهو كان لسه نايم. وبعد كده بابا دخل وقال لها ده حسين جارنا، وطلعنا كلنا وسيبناه جوه لغايه ما نشوف هنعمل ايه معاه. وبعد كده دخلت انا وادم صحينا حسين، وطلع دخل الحمام غسل وشه وقعد جنب بابا. وبابا ساله وقال له انت هنا ازاي؟ فقال لي انا كنت بصلي الفجر والحكومه جرت ورايا فطلعت على الشقه بتاعتكم وفتحت بالبطاقه ودخلت، وقلت اقعد شويه لغايه ما الجو يهدى. ودخلت لجوه وفكرت نورهان ان احمد ونمت جنبها، بس ما كنتش عارف انها نورهان. وبعد كده ماما قعدت تزعق وبابا قال لها خلاص، وقال له انزل وامشي ما تجيش هنا تاني. بعد كده ماما شكت فيه، وانا يومها نزلت رحت الكليه. ولما رجعت ماما قالت لي جيب التليفون بتاعك، وفتحته ودورت فيه ما لقيتش حاجه علشان انا كنت بمسح كل حاجه اول باول. وبعد كده امي سالت ادم هو انت فتحت الباب لحسين؟ فقال لها لا. فقالت لي يبقى ما فيش الا انت، علشان الترباس بتاع الباب كان مقفول فما ينفعش يفتحه ببطاقه. وساعتها قلت لها ايوه انا اللي فتحت له علشان هو رن عليا وقال لي ان الحكومه بتجري وراه. وبعد كده فتحت له، بس ما اعرفش هو دخل جوه الاوضه امتى. ودخلت عليها الحمام وقعدت تضرب فيها وقالت لي انا هكشف عليكي. قلت لها اكشفي عادي، هو انت هتفضحيني؟ ويومها اخدت الموبايل مني. وقتها انا كتبت ورقه واديتها لنجاة بنت عمة حسين وقلت لها اديها لحسين ضروري. وبعدها نزلت يوم الاثنين ورحت المحاضره، ورجعت بعدها رحت عديت على حسين في البيت واهله موجودين عادي، واتكلمت معاه وقلت له ماما خدت التليفون وانا وقت ما اعرف اكلمك هبقى اكلمك. وكملت المتهمه كلامها. وقتها لقيته بيقول لي انا هقتل امك يوم الاثنين الجاي اللي هو يوم اجازتها، واتفقنا على كده. بس انا كنت بهزر معاه وكنت مفكراه بيتكلم بهزار. وطلعت البيت، ويوم التلات كنت رايح السوبر ماركت علشان اجيب شويه حاجات، فقابلني وكلمني وقال لي انا هنفذ وهقتل امك. فانا قلت له لا، وبعدها قال لي لا لازم ننفذ. واتفقنا ان احنا هننفذ بكره اللي هو يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 بالليل لما هي ترجع من الشغل وتنام. وصحينا يوم الاربعاء، فطرت انا واحمد وادم وبابا نزل راح الشغل. وبعدها بشويه ماما رجعت حوالي الساعه 3:30، واحمد نزل الساعه 4 تقريبا، وانا وادم نزلنا 4:30 علشان انا بدي دروس خصوصيه للاطفال. ونزلت من عندهم الساعه 7
وروحت على البيت وطلعت انا وادم. وساعتها ادم خد موبايل ماما ونزل تحت علشان يلعب بيه مع اصحابه. وبعدها انا قعدت انا وماما وقالت لي اعملي لي شاي، فانا عملت لها الشاي وشربته وقالت لي انا هنام شويه. وساعتها اخويا ادم طلع وكانت ماما لسه صاحيه وخد الشحن بتاع الموبايل ونزل تاني. بعدها انا طلعت البلكونه فلقيت حسين واقف تحت وبيشاور له بايده ومعناها انه يكلمني بالتليفون. وكلمني وقال لي اطلع علشان اخلص وننفذ اللي اتفقنا عليه. قلت له انا خايفه ادم حوالينا واحمد زمانه جاي. فقال لي هطلع ومش هنتاخر وهنفذ على طول. فقلت له طب اطلع. فطلب مني ان اسخن ميه سخنه علشان يكبها في وشها. وفتحت ودخل وكان معاه خشبه اللي انا شفتها النهارده في النيابه وكانت فيها مسامير، وكان معاه شاكوش. واول ما دخل قال لي امك فين؟ قلت له نايمه في الاوضه بتاعتها اللي جنب الحمام. فدخل فتح لقاها نايمه وراح داخل جوه الاوضه بتاعتها والنور كان مطفي، وانا كنت على باب الاوضه وراح ضاربها بالعصايه على دماغها جامد. فراحت صاحيه وحاولت تجري، راح شددها من الاوضه وطالع بيها على الطرقه اللي جنب الحمام وقعد عليها وقال لي هي فين الميه السخنه؟ فانا جبتها له وكانت في حله وراح كببها عليها كلها. فقعدت تصوت جامد وهي تحتيه وهو قاعد فوقيها، وراح قايل لي جيبي حاجه ازاز علشان اعورها بيها. وانا جبت له ساعتها سكينه قديمه، فراح سايبها على السرير وقال لي لا انا عايز حاجه ازاز ديت مش هتعمل حاجه. وساعتها راح مقومها ومدخلها الحمام وراح مطلع الشاكوش وضاربها بيها كذا مره. وبعدها قال لي فين الازازه اللي قلت لك عليها؟ فرحت داخله المطبخ وجبت كاس ازاز وخده، وكل ده وهي في الحمام. وبعد كده راح كسر الكاس وراح مدخلها وحطها جوه على السرير اللي في الاوضه بتاعتها. وحاولت تقاومه راح موقعها على الارض. فانا دخلت قعدتها تاني على السرير ووقفت في النص ما بينهم، بقيت امي على السرير وحسين ورايا. فقالت له حشيه عني، وكانت ساعتها بتترجاني ان انا اخد الكاس من ايده ومرضيش، وقال لي احنا لازم نخلص عليها عشان ما تفضحنيش وتبلغ عني. وقعدت تقول له طب خلينا نتشاهد. قال لها خلصي. فلما الجرس رن بتاع الباب رن كتير قفل الباب وقال لي اطلعي بره وما تفتحيش الباب تاني. وانا طلعت ومسحت الدم اللي كان على الارض بميه وفضلت اغسل فيه وما رضيتش افتح الباب. وبعد كده حاولت ادخل الاوضه ما رضيش يدخلني لغايه ما فتح الاوضه ودخلت لقيت امي واقعه على الارض وهو مغطيها. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي ماتت خلاص وانا خلصت عليها. وقلت له وريهاني، فقال لي لا، وقال لي روحي جيبي اكياس سودا كبيره علشان الم الحاجه ديت. وكانت هدومي كلها دم من فوق، فقلعت التيشيرت بتاعي وهو قلع التيشيرت بتاعه ولمنا الملايه اللي كان مغطيها بيها والسلاح الابيض السكينه والخشبه والكاس وبقايا الازاز المتكسر وفوطه على ما اعتقد. وراح ساعتها لقى التليفون بتاع امي التاني الجديد، فقال لي انا عاوزه وانا هاخده ابيعه وهاخد تليفونك علشان ما حدش يفتحه ويشوف حاجه عليه. وقال لي هتكلمي اخوكي وتقولي له ان في رقم غريب رن عليه. رقم غريب رن عليا اخره 5 عشان هو كان معاه رقم قديم اخره 5، فكان يفتحه ويعمل منه تليفون عشان يثبت ان فعلا في حد رن عليها في الوقت ده. وبعدها انا لقيت الباب بيخبط وادم بيرن جامد، بس انا كنت متفق مع حسين هنعمل ايه، وكان في بواقي دم على الارضيه فكنت بمسحها، وبرده كنت بلبس هدوم وفتحت لادم اخويا. وبعدها قلت له الحق انزل لاخوك تحت وانا بكلمه علشان في رقم كلمني وقال لي الحقي مامتك وقعت وهي ماشيه في الشارع وراحت على المستشفى بور فؤاد وانا هنزل وراكم. وبعد كده انا نزلت وسبت حسين، وقبل ما انزل قال لي هرمي الحاجه ديت في الملاحه او في الترعه اللي قدامه، بس انا معرفش هو ليه رماها في المحل اللي ورا بيتنا. وعرفت ان رماها وانا في القسم علشان انا كنت سبته في الشقه ونزلت، والكلام ده كان حوالي الساعه 9:30 بالليل تقريبا. وحسين فضل قاعد معايا فوق حوالي ساعه قبل ما انزل، ورحت علشان اكمل الفيلم اللي احنا متفقين نعمله علشان نثبت الدور. وجريت على المستشفى وهناك قابلت اخويا ادم واحمد وسرايا صاحبه ماما وواحد اسمه عم فادي ومرسي بتوع الامن، وحكيت لهم على التليفون اللي جالي. وانا كنت اعطيت موبايلي لحسين وقلت لهم وانا هنا ان تليفوني انا نسيته في الشقه وهو فاصل شحن،
وبعد كده احمد اخويا رجع البيت مع مرسي بتاع الامن علشان يخبطوا تاني على الباب، وكل ده وابويا ما كانش يعرف حاجه لغايه ما رجعوا تاني لينا المستشفى وقالوا لنا ان محدش بيرد. وساعتها قلت لعم فادي يكلم ابويا ويقول له على اللي حصل، وهو رد عليه وقال له خلاص انا هقفل المحل وهروح على هناك افتح واشوف ايه اللي حصل. وبعدها بشويه حوالي نص ساعه ابويا كلم عم فادي وقال له تعالوا بسرعه علشان انا مراتي لقيتها مقتوله جوه. ورحنا كلنا بعربيه عم مرسي، ولما وصلنا لقينا الجيران كلها ملمومه وطلعنا فوق، بس ابويا ما رضيش يدخل حد جوه الاوضه اللي فيها امي لغايه ما الشرطه تيجي، وما رضيش يدخلنا جوه علشان شكل امي كان وحش وما كانش حابب ان حد يشوف وشها وشكلها وهي مذبوحه. وبعد كده الشرطه جت وفضلوا يكلموا فيا انا واخواتي على اللي حصل، وانا فضلت اقول لهم على موضوع الرقم الغريب اللي كان بيكلمني. وبعدين لقيت ضابط فيهم قال لي قولي الحقيقه علشان خاطر هم مسكوا التيشيرت بتاع حسين واخوك قال ان ده بتاع حسين. فانا ساعتها قلت لهم على اللي انا قلته دلوقتي، وانا فعلا غلطانه ومش عارفه ازاي عملت كده وليه حصل كده، انا ازاي اتفق على قتل امي، ولكن بعد فوات الاوان. وبعد تحقيقات النيابه مع المجرمه والشيطان الصغير امر السيد المستشار النائب العام باحاله البنت لمحكمه الجنايات واحاله الطفل المتهم لمحكمه الطفل المختصه لانه لم يتجاوز سن ال 15 سنه عملا بنص مواد القانون. وقررت محكمه جنايات بورسعيد احاله اوراق نورهان خليل المتهمه بقتل والدتها بمساعده عشيقها في بورسعيد لمفتي الجمهوريه، وتم الحكم باعدامها. وهنا نتوقف شويه ونقول هو معقول ملعون ابو الشيطان يوصلنا لحد الدرجه ديت ان احنا نقتل اعز الناس لينا؟ يا على الدنيا. عشان خاطر يا جماعه بلاش قبل ما نفكر في اي حاجه وحشه نشوف عواقب ده ايه. والجريمه ديت عيله اتفككت وضاع مستقبل كل فرد فيها. يا رب القصه تكون عبره لينا واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام المحارب البرنس. شكرا لكم. شكرا.